10 صباحا وقاعد في مكان ظل وبجيب عرق من كل حتة في جسمي. جو حر جدا لأقصى درجة تتخيلها. تخيل ده عندنا احنا يا البشر، وانا اقدر اقوم اشرب كوباية مية من كولدير، اخش سوبر ماركت اشتري ازازة مية، هرطب على نفسي. لسه منزل فيديو من شوية لكلبتين، دي معاها جراوي ودي معاها جراوي، على طريق الصحراوي الغربي، منطقة صحراء، طالعين من مزارع على الطريق يستنجدوا بالناس. اي حد يرمي لهم بواقي اكل، سواق تريلا يديهم شويه بواقي اكل، واحد بياكل سندوتش وفي حته باقيه معاه في العربيه يرميها، طالعين يسترزقوا من الناس. فحطت لهم شويه ميه وحطت لهم شويه اكل، بواقي اكل. اول ما الكلاب شافت الميه شربت، وبعد ما شربت اكلت، ودي خدت اكل لجراويها ودي خدت اكل لجراويها. ونزلت الفيديو وبحس الناس على انها مثلا، وبلفت نظر الناس على انها تخلي بالها من المخلوقات دي اللي على الطرقات الصحراويه. لقيت لك التعليق ده: اللي بيخاف على الحيوان ياخدهم ياكلهم ويشربهم في بيته. والتعليق ده كمان: يا ريت ترحم المخلوقات التانية. في ناس هل ينفع تروح تعطف على الكلب وتسيب الناس جعانة وعطشانة؟ طيب انا هرد على الاولاني: يا راجل يا عاقل يا محترم يا فاهم، كلاب على طريق سفر، وكلاب كتير في مزارع بتطلع تستنجد بالناس، وانا حطيت لهم شوية مية وحطيت لهم اكل، تقول لي خدهم بيتك، لمهم خدهم بيتك اكلهم في بيتك؟ انت حافظ مش فاهم يابا؟ حافظ التعليق نسخه عشان تحطه عندي لمجرد بس ان انت بتنتقدني؟ ولنفترض ان الانسانيه اتعدمت من بعض قلوب الناس، ولنفترض انا يا اخي عملت كده، انت مش عايزني اعمل كده ليه؟ انا عايز، انا مقتنع تماما ان ربنا سبحانه وتعالى باذن الله يكتب لي اجر ان انا سقيت مخلوق عطشان بيموت من العطش. انت مش مقتنع بده، فما تحاولش تقول لي كلام مش منطقي. والتاني اللي بيقول لي في ناس محتاجه وساعد الناس، بذمتك ودينك، انت عينك لما وقعت على الناس دي رحت قدمت لها احسن ما عندك ورحت ساعدتها؟ وكل ما تتيح ليك الفرصه بتروح تساعدها؟ انا بسالك انت السؤال ده بما انك كتبت لي: هل انت كل انسان عينك بتقع عليه بتقدم له المساعده، محتاج مساعده سواء كان اكل او شرب، بتساعده على اكمل وجه؟ انا ما بحبش اتكلم عن المواضيع دي الصراحه، لان المواضيع دي بيني وبين ربي، ولو اتكلمت عن الموضوع ده فانا بتكلم مع نفسي، اقعد اسال الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الاجر. ولكن اذا كنت انت عينك وقعت على الناس دي، فانا نصيحتي ليك لوجه الله بما انك جاي تنصحني، اتمنى انك انت تكون بتساعدهم، ما بتكتبش كده بس عند الناس لمجرد انك بتنتقد الناس. وصلنا لمرحله صعبه، الله يسامح اللي كان السبب وخلى الناس تهاجم بعضيها بالشكل ده. حتى في عمل الخير البسيط، انا شويه ميه حطيتهم لحيوان، شويه ميه بحطهم لطير، شويه ميه بحطهم لاي كائن محتاج مساعده قدامي، انت بتنتقدني ليه؟ يا عم انا مقتنع باللي انا مقتنع بيه، انا مقتنع بحديث صحيح انت مش مقتنع بيه، دي حاجه ترجع لك.